تعالي اقولك النهاردة على 7 خطوات هيفرقوا معاكي جدا. تعمليهم في اول الشهر هيفرقوا معاكي جدا، وهيبقى معاكي فلوس كتير في اخر الشهر. ازاي ديت يا دودي؟ تعالي وانا اقولك ازاي. يا بنات، لو بتقولي الجملة دي كل شهر، المرتب راح فين وصرفته في ايه وازاي، يبقى الفيديو ده ليكي. اسمعي الفيديو للنهاية، بإذن الله هتستفادي. انا طالعة هنا على منصة اليوتيوب عشان افيدك وتستفادي، ودعوة كده بظهر الغيب منك ليا. ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويصلح حالكم ويبارك لكم في اولادكم، اللهم امين. هقولك على 7 خطوات، اذا التزمت بيهم وعملتيهم في اول كل شهر هتلاقي نفسك كل اخر شهر معاكي فلوس كتير موفراها، ومظبطه دنيتك ومظبطه امورك بدون حرمان وبدون تقشف. وهتلاقي نفسك الشهر ماشي معاكي كده زي السكينه في الحلاوه، وهتعيشي مرتاحه بدون قلق ولا هم ولا غم ولا شيل اي هم لاي حاجه، طول ما انتي ربنا كرمك. والست الشاطره في البيت ده رزق كبير. ربنا كده يجعلنا كلنا كده ستات بيوت شاطرين وقادرين على خدمة بيوتنا، وقادرين ان احنا نوفر وندبر عشان خاطر اولادنا وخاطر المعيشة الغالية اللي بقينا فيها. ويلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا صباح الفل، يا صباح النور عليكم وعلى أجمل جمهور وأجمل متابعين في الدنيا. روتين جديد ويوم جديد، وربنا يجعله علينا وعليكم سعيد ان شاء الله. ويلا بينا كده بقى، وانت بتتفرجي على الفيديو وتشوفيني انا عمالة بطبخ ايه وبعمل ايه وبعمل روتيني اليومي، انا هقولك على 7 افكار. ويلا بينا نبتدي باول فكرة واول خطوة معانا. هتقسمي مرتبك اول ما تاخديه في اول ثانية كده، في اول 10 دقايق خدتيه فيها هتبتدي تقسميه في اظرف، وتقسميه كده لحسب وتناسب كده، نسبة وتناسب معاكي. يعني مثلا لو مرتبك 3000 او 5000 هتشيلي 5% منهم، ده في ظرف لوحده كده اسمه ادخار. يعني ايه ظرف لوحده؟ هجيلك للنقطة دي بس بعد شوية. بس انا بعرفك ان اول نقطة معايا ان احنا هنقسم مرتب البيت على طول اول ما نمسكه في ايدينا. واول حاجة هنعملها بعد ما نقسم المرتب، هتجيبي كده 4 5 أظرف من المكتبة، وهتبتدي تمسكي كل ظرف كده تكتبي عليه مثلا ده المدخرات، ده أساسيات البيت، ده الأكل والشرب والخضار، ده مثلا إيه مثلا الترفيه بقى والمفاجآت وعنصر المفاجأة مثلا والحاجات زي كده. مثلا لو عندك عيد ميلاد لبنتك لأي حد، فانت هتكتبي على كل ظرف حاجة زي كده. ليه بقى؟ عشان تبقي منظمة امورك ومنظمة دنيتك، وعارفة انك معاكي 4 قروش دول اللي همشي بيهم بإذن الله كل شهر او الشهر دوت. فبالتالي همشي على قدهم، مش ههدر ولا هنزل كده امسك المصروف زي ما مسكته زي ما صرفته وارجع ادور وارجع ابص الاقي نفسي واقفة محتاسه، ما اناش عارفه الم الدنيا. والشهر طبعا بيجي عليا كل يوم محتاجه اعمل اكل ومحتاجه اعمل شرب، وطبعا انا صرفت الفلوس في ايه انا ما اناش عارفه. فطبعا لا، احنا نخلينا كده اذكياء. المفروض ان احنا التوفير دوت قلت لكم قبل كده ان هو مش حرمان ولا تقشف ولا تعفن، بل بالعكس. التوفير ده امان. امان في ايه؟ ان انت بتظبطي دنيتك وبتظبطي امورك على اساس المرتب اللي معاكي. فكل واحدة عارفة دنيتها وعارفة مرتبها هو ماشي ازاي، فعلى اساسه اعملي الخطوات اللي انا بقولك عليها. تاني خطوة معايا هتكتبي منيو الاسبوع. يعني لو انت بتعملي اكلات طبعا كل يوم، انت بتكتبي كده لمدة اسبوع، يوم كذا مثلا عدس، يوم كذا فراخ ورز وبطاطس، يوم كذا مسقعة، يوم كذا لحمة مفرومة بالكوسة بالرز بالشعرية. يعني مثلا انت هتظبطي 7 ايام بالمنظر دوت في ورقة كده وقلم وهتكتبيهم، وعلى اساس هذا المنيو اللي انت كتبتيه في الورقة هتنزلي تشتري طلباته. فبالتالي مش هتشتري اكتر من الطلبات اللي في الورقة اللي انت محكومة بيها اللي انت هتعملي اكلها. وبرده لو جه عليكي يوم من الايام في خلال ال7 ايام هتلاقي حاجتك عندك انت كده كده اوريدي مشترياها وحطها في الفريزر ومظبطاها عندك. فهتلاقي الحمد لله الاسبوع انت مش بتصرفي فيه كتير مصروفات بدون اي 30 لازمة. لا، انت هتصرفي في المكان الصح وفي الوجبات اللي انت
انت مرتباها خلال ورقتك وقلمك كده ومظبطه دنيتك عليها. ونقطة كمان ان انت هتستخدمي الحاجات اللي انت مفرزاها عندك في الفريزر، يعني من ضمن المنيو مثلا لو انت مفرزة كيس بسلة، مفرزة كيس بامية، مفرزة كيس سبانخ، هتخرجيه وتكتبيه كده من ضمن المنيو اكلات الاسبوع عندك، ان انا هعمل مثلا بسلة ولحمة ورز، او بسلة وفراخ ورز، او سبانخ ورز بس وبتنجان مخلل. فمن ضمن منيو الاسبوع انت برضو في نفس الوقت بتوفري وبتاخدي من اللي عندك في الفريزر ما انتش ركناه وخلاص. الخطوة اللي بعد كده وهي تشتري بالجملة. يعني ايه بالجملة؟ يعني مثلا 5 كيلو رز هشتريهم مرة واحدة، مش هشتري كيلو في كيلو. ال5 كيلو هيوفروا معايا، هحس ان انا كده ما شاء الله بيتي مليان خير. غير ان انا اروح هات نص كيلو رز، هات ربع كيلو شعرية، هات ربع كيلو سكر. لا، انا لما اجيب الرز ب5 كيلو، المكرونة ب5 كيلو، الشعرية ب5 كيلو، انا كده ظبطت امور دنيتي لمدة شهر كامل. او لو احتجت عليهم كيلو ولا 2 زيادة في الاخر في اخر الشهر، انا هضطر ان انا اشتريهم وخلاص. على كده خلصنا والشهر الحمد لله عدى واتدبرت وكفينا ووفينا والحمد لله، ما حرمناش بيتنا ولا ولادنا من حاجة. حاجة كمان، سكر، زيت، دقيق، رز، صابون، ده خزين شهري، بلاش تجيبيه بالاسبوع. يعني السكر، الدقيق، الرز، الصابون، ده خزين شهري، تجيبيه كل شهر كده في بداية الشهر، تجيبي حاجتك اللي تكمل معاكي شهر. وبكده هتوفري مواصلات، هتوفري هدة وتعب في شيل الحاجة. انت هتجيبيهم مرة واحدة خلال الشهر وخلاص، مش هتنزلي بقى تجيبي كل شوية رز وتجيبي كل شوية سكر وتجيبي كل شوية زيت وتجيبي كل شوية صابون. لا، انت خلاص مرتبة امورك. دي من اساسيات الشهر الكاملة اللي بتيجي بإذن الله. الخطوة الرابعة او الخطوة الرابعة اللي بعد كده معايا، هي انك تدي مساحة لإسعاد نفسك في وقتك، في الفلوس، في مبلغ محدد بالعقل كده، انك تاخدي 100 او 200 مثلا ليكي تخصصيهم، ان انت مثلا دول هتمتعي بيهم نفسك. هتعمليها ازاي؟ هقولك دلوقتي. هنعمل حسابنا فيهم ان احنا نبعت مثلا نجيب حاجة حلوة كده واحنا قاعدين انا والولاد، او خرجنا بيهم، بس على قدهم هنمشي. يعني احنا خلصنا مثلا 100 او 200 او 300 اللي احنا عاملينهم لنفسنا خلاص، ولا هنسحب من الفلوس اللي معانا اللي هي بتاعه الاكل والشرب، ولا هنسحب من اي مصاريف تانية احنا شايلينها لاي حاجة تانية. يبقى هم دول احنا استكفينا بيهم خلال الخروجه بتاعتنا، او الحاجة الحلوة اللي جبناها وكلناها ورفهنا عن نفسنا وما صرفناش كتير وبرضو انبسطنا، حتى لو بأقل الامكانيات. هتبسطي بيتك وهتبسطي ولادك. واسمعي كلام ان شاء الله باذن الله، ربنا يجعله كده تستفادي منه. واذا وصلتي معايا لحد هنا واستفدتي باي معلومه من اللي انا بقولها، من فضلك ما تنسيش اللايك لاختك دودي، والاشتراك بالقناه، وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد وحصري. ويلا بينا نكمل باقي الخطوات معانا. خامس خطوة معايا وهي افصلي الفلوس اللي انتي عاملاها في اظرف. يعني الفلوس البيت للبيت، وفلوسك الشخصية ما تخلطيش كله مع بعضه، عشان في النهاية هتحتاسي. في النهاية هتبقي ما انتش عارفة انتي صرفتي ايه وعملتي ايه وحسبتيها ازاي، وهتضطري تاخدي من الفلوس اللي انتي عيناها بتاعتك انتي. لان البيت احنا عارفين ان بلعت مصاريف، والبيت كل بيت فينا محتاج مصروفاته، محتاج. بس الشاطرة هي اللي تدير بيتها صح، انك تقسمي كل حاجة لحاجتها المحددة اللي انت محدداها. ما تاخديش ده على ده وترجعي تقولي انا صرفت ده في ايه وعملت ده في ايه. ودي من اكتر الحيل اللي بتساعد فعلا على انك توفري فلوس، هي انك فلوس البيت كفواتير، كمصروفات، كاكل، كشرب، كاساسيات للبيت، دي لوحدها. فلوسك انتي مثلا ترفيه، خروج، اشتريت شنطة، اشتريت بلوزة، اشتريت كده، فخليها برضو دي لوحدها، ما تخلطيش ده مع ده. الخطوة السادسة معايا هي انك تحوشي اول الشهر. اول ما تمسكي مرتب بيتك ما تحوشيش اخر الشهر. وكلنا يا بنات بنغلط الغلطة دي، ان احنا بنيجي اخر الشهر ونقول نشوف اتبقى معانا ايه ولا تفضل معانا ايه ونشيل. ولا هنرجع بقى للنقطة اللي انا قلتها لك في بداية الفيديو، لما قلت لك هنقسم 5% مثلا من مصروفنا الشهري في بداية الشهر هنحطه في ظرف اسمه مدخرات. ال5% دول مثلا لو المرتب مثلا 5000 جنيه وليكن، ال5% بتوعهم كام؟ 250 جنيه. ال250 جنيه دول على مدار كام شهر هتيجي تتفاجئي ان انت شلتيهم كل بداية شهر انت ما جيتيش ناحيتهم. هتيجي تتفاجئي خلال سنة بالظبط هتلاقي معاكي 3000 جنيه.
فاحسبي كده 250 في 12 شهر هتلاقيهم حوالي 3000 جنيه. يبقى انت كده شلتي 3000 جنيه من حاجه بسيطه جدا كنت بتشيليها لا تذكر، مش هتاثر معاكي في حاجه، اللي هو 250 جنيه خلال كل شهر، كانك داخله جمعيه كده، بس جمعيه مع نفسك، محدش ملزم ولا لازمك ان انت تدفعي فلوس شهريا ويجي يخبط على بابك وعلى بيتك. فانت كده كده انت بتشيليهم اوريدي مع نفسك، بس بذكاء وبحكمة كده انك بتشيليهم في ظرف وخلاص، دول اتشالوا يعني خلاص مش هيطلعوا تاني دلوقتي خالص، الا لما نرجع لهم بقى بعد فترة نشوفهم بقوا قد ايه. وفعلا الخطوة دي هتفرق معاكي جدا. شيلي المدخرات بتاعتك او الفلوس اللي انت عايزة تحوشيها في بداية كل شهر اول ما تمسكي مرتبك، مش في اخره. الخطوة السابعة اللي هي بعد كده والخطوة الأخيرة، ان انت بتجيبي كل جنيه بتصرفيه او بيخرج بتسجليه على طول، ما تستنيش لما تنسي وتقولي انا صرفت الفلوس في ايه. لا، جبت كيس ملح، انا جبت كيس ملح بقد كده، جبت 5 كيلو طماطم، انا جبت 5 كيلو طماطم بقد كده، جبت نص كيلو فلفل، انا جبت نص كيلو فلفل بقد كده، جبت فرخة، انا كتبت الفرخة، جبت لحمة، انا كتبت اللحمة. كتبنا النوت بتاعنا في ورقة وقلم لو انت حابة تكتبي في كده، او حابة تستخدمي مثلا ابلكيشن من على الموبايل بتنزليه وبتكتبي عليه، او لو حابة تستخدمي الحافظة بتاعة الموبايل عندك. المهم ان ايه الدنيا متيسرة ومعاكي 100,000 وحاجة وحاجة انك تقدري تسجلي فيها انت صرفتي ايه، عشان ما تصرفيش الفلوس في حاجات ملهاش لازمة وترجعي تقولي انا صرفت في ايه. يعني مثلا انت نازلة تسوقي او نازلة تجيبي خضار او نازلة تجيبي متطلبات بيتك، نزلتي عينيكي زاغت على حاجة كده ولا كده ولا كده وجبتيها، طب وبعدين رجعتي انت ما جبتيش اصلا متطلبات البيت وجبتي حاجات في غنى عنها انك تجيبيها، ده اسمه اهدار للفلوس اللي معاكي. فلا، لازم نعرف احنا كل قرش بنصرفه في ايه، ونتمكن كده في صرفه في المكان الصح عشان نقدر نوفر ونقدر نعمل حاجة تنفعنا فيما بعد. الوعي والخطة اللي انا بقولها لك دي كفيلة جدا ان هي توفر لك فلوس كتير جدا اخر الشهر، بالتدبير كده والتدوين بتاع الحاجات اللي بتجيبيها. لان ممكن تتفاجئي اصلا ان انت جبتي حاجات خلال الشهر انت جبتيها وكررتيها كذا مرة بدون اي احتياج ليها. يعني انت ممكن تنزلي تجيبي وتنسي ان انت جبتي، يعني انت تنسي وتروحي تكرريها مرة واثنين وثلاثة خلال الشهر، البني ادم بينسى. فلما تسجلي كل حاجة هتلاقي نفسك بتتذكري كل حاجة من خلال الورقة والقلم، ودماغك على طول شغالة في ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك وايه اللي لازم انك تجيبيه وايه اللي ممكن ان انت تستغني عنه. وخدي بالك انك مش محتاجة تكوني بخيلة عشان توفري، انت محتاجة تستخدمي حيلة ذكية ومخططة. يعني استخدمي ال7 اشياء وال7 خطوات اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول يا بنات، وانت ان شاء الله باذن الله هتستفادي وهتدعيلي في الكومنتات. واذا استفدتي من الفيديو وحبيتيه شاركيه مع اصحابك وشاركيه مع قرايبك وعيلتك، وما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تضغطي على علامة الجرس اللي جنب الاشتراك عشان تفعلي على كلمة الكل عشان اي جديد بنزله يوصل لحضرتك. واكتبي لي في الكومنتات اكتر خطوة عجبتك واكتر خطوة حسيتي ان هي هتفيدك، اكتبيها لي في الكومنتات. وما تبخليش عليا بالصلاة على النبي كده في الكومنت. ربنا يا رب يسعدكم ويسعد قلوبكم ويفرحكم بحبايبكم ويفرحكم بولادكم ويفرحني بأولادي يا رب العالمين، ويفرح الثانوية العامة كلها يا رب بنتائجها، ويجعلهم كده من السعداء الدنيا والآخرة، ويفرحكم بحبايبكم يا رب العالمين. وفي النهاية أحب أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، مع ألف مليون سلامة. وانتظروني في فيديوهات جاية كتير عن التوفير وعن الروتين وعن الميزانيات وعن ست البيت الرايقة. قناتي عبارة عن كده، يعني حاجات كده ان شاء الله بإذن الله تستفادي منها وأفكار حلوة كتير. ومع ألف مليون سلامة، هتوحشون.